النهارده يا شباب هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير باسورد الواي فاي ونغير اسم شبكة الواي فاي ونعمل كمان حماية لشبكة الواي فاي ونختار الافراد اللي هتبدأ تتصل بشبكة الواي فاي. تمام. طبعا الراوتر اللي احنا هنتكلم عليه راوتر H188A. لو حضرتك عندك الموديل بتاع الراوتر ده اللي هو ال H188A فهو الشرح ليك، سواء شركة فودافون اورنج وي اتصالات فهو الشرح واحد. تمام. ولكن انا حاليا على شركة فودافون فبستخدم راوتر H188 شركة فودافون، وهي سيستم واحد عشان بس نكون واضحين. اي شركة من الاربعة سواء فودافون اتصالات اورنج فهو نفس السيستم طالما موديل الراوتر H188A. واسف لو بكرر كلامي تاني عشان الناس تفهم. تمام. اول حاجه يا شباب هتفتح المتصفح بتاعك سواء من على جهاز الكمبيوتر او من على الموبايل، فهو الشرح واحد برضو. تمام. اول حاجه تفتح المتصفح بالشكل ده. تمام. وتبدا تكتب 192.168.1.1 وهتقول انتر. تمام. عفوا احنا كتبنا رقم غلط، ثواني هنكتب 192.168.1.1 وهنقول اوكي. تمام. هيفتح معنا صفحة الراوتر بالشكل ده. هنا بيقول لك ويلكم تو H188A بليز لوج ان. تمام. طيب هنا بيطلب مني يوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد امسك الراوتر بتاعك واقلبه على الظهر هتلاقي حاجه اسمها يوزر نيم وباسورد. هنكتب اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر هنبدا نضغط على لوج ان. ممتاز جدا يا شباب، هتلاقي فتح معاك بالشكل ده. تمام. اول حاجه هنختار حاجه اسمها لوكال نتورك. تمام. بعد كده هنختار حاجه اسمها WLAN. بعد كده نختار حاجه اسمها WLAN SSID كونفيجريشن هنضغط عليها. تمام. هنا طبعا هتلاقيه فتح لك الثمان شبكات. تمام. الثمان شبكات اللي هي موجوده عندك SSID 1 اللي هي تبع شبكه 2.4. تمام. 1 و2 و3 و4 تبع 2.4. بعد كده اللي هي ال5 جيجا هرتز او ال5 جيجا هرتز. تمام. عندك 5 و6 و7 و8. احنا هنعمل الاعدادات على شبكه واحده، وانت لو حبيت تفتح اي شبكه من الشبكات ديت هتعمل عليها نفس الاعدادات. احنا هنيجي على اللي هو مختارها لنا افتراضيا. تمام. اللي هي شبكه SSID 1 2.4. تمام. لو انا عايز اقفلها كده وابدا اختار مثلا 2. تمام. بعد كده ممكن اقفل 2. تمام. عشان بس تبقى واضحه الصوره قدامكم. بعد كده هبدا اضغط على هختار واحد تاني، يبقى انا كده فعلت شبكه SSID 1 اللي هي على 2.4. هنبدا نضغط عليها. طبعا هو جايب لك دلوقتي SSID نيم ده اسم الشبكه اللي هو فودافون VDSL. تمام. انا ممكن اجي اكتب مثلا وليكن هنخليها مثلا اسم الشبكه بتاعتنا حرف AS. تمام. هنخلي الشبكه بتاعتنا حرف AS. انا طبعا اخترتها حرفين عشان عايز اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي، فبالتالي تكون سهله عليا. لو حضرتك هتعمل اخفاء لشبكه الواي فاي خليها حرف او حرفين. تمام. ما تزيدش عن كده. تمام. ولكن حضرتك لو مش هتخليها مخفيه وعايز تكتبها مع اسمك او اي حاجه اكتب براحتك. انا طبعا بسهل عليك عشان لو حبيت تعمل اضافه شبكه لاي موبايل او اي حد تدخله على الواي فاي عندك فتكون الشبكه لو عاملها مخفيه. تمام. تبدأ تدخلها وتكون سهلة حرف أو حرفين. ولكن لو حضرتك مش حابب تعملها مخفية فخليها تعمل لها إخفاء يعني، فحضرتك تقدر تكتب اللي أنت تكتبه. ولو عايز تعمل لها إخفاء لشبكة الواي فاي برضه حابب تكتب اسم كبير اكتبه، ولكن هياخد منك وقت في إضافة الشبكة. فأنا بختصر عليك، هتعمل إخفاء لشبكة الواي فاي ابدا اعمل حرف او حرفين. معلش لو انا بطول عليكم. تمام. بعد كده هنيجي عند SSID هايد. ايه هي SSID هايد؟ SSID هايد دي خاصه باخفاء شبكه الواي فاي. يعني انا عايز اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي فهبدا اضغط على اون كده انا عملت اخفاء لشبكه الواي فاي، كده انا خفيت شبكه الواي فاي. تمام. بعد كده باجي هنا عند الخيار ده وببدا اختار اخر خيار للحمايه. بعد كده هاجي هنا عند الباسورد. تمام. اللي هو مكتوب ده. ماشي. هبدا اعمل له شو باسورد ان هو يظهر قدام الباسورد اللي انا كاتبه. تمام. عفوا او الباسورد اللي موجود. طبعا احنا هنغير الباسورد. انا ممكن اخليه مثلا وليكن احمد. تمام. واكتب من 1 ل9 مثلا. بعد كده هعمل له اد. تمام. يبقى انا كده عملت احمد من 1 ل9 وبعد كده عملت اد. تمام. طبعا هنيجي عند اخر حاجه هنا اللي هي ماكسيمم. تمام. هنا جايب لك 32. ايه هي 32؟ هنا بيقول لك اللي يقدر يستخدم على الواي فاي او يدخل على الواي فاي بتاعك اخر حاجه
او اكتر حاجه هتدخل، تمام، او الحد الاقصى اللي هيكون عندك متصل بالواي فاي 32 شخص. طب انا عايز اخليها اعملها 5 اشخاص، طب انا عايز اعملها 6، عفوا عايز اعملها 9 مثلا، ولكن انا بالنسبه لي هعمل اللي يدخل على الواي فاي عندي مثلا 5 اشخاص كويس. بعد كده هعمل ابلاي، كده هيبدا يحفظ معايا الاعدادات بشكل سليم. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه، وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.